من قفزة 15 آب ولغاية 15 شباط. التسلح والعنف في البككة. الجزء الخامس: عقبة تبعيث البككة من قبل أوجلان، أي تحويل البككة للبعثية وردود الأفعال الداخلية. كانت الحقبة 80 في تاريخ البككة 80 لغاية 90 ذات أهمية كبيرة، حيث عقد الحزب مؤتمره الثاني والثالث في هذه الفترة، وشهدت السجون والمعتقلات مقاومة عظيمة، وتم الشروع بالكفاح المسلح، كما تم الإعلان عن قوات الجريلا. غير أن ما ذكرناه هي مجرد أحداث سردتها البككة في تاريخها الرسمي، إلا أن هذه الفترة كانت لها تأثيرات مغايرة على البككة، بحيث غيرت من جينات الحزب، هيكلية التنظيم ومبادئه ومنهاجه وطريقة إدارته على وجه السرعة. فأصبح صديق الأمس عدو اليوم، والعدو القديم صديق العمر، وأصبح لبنان مركز هذه التغييرات. القائد الذي لم يرى كردستان أبداً. بعد دخول أوجلان لسوريا تموز عام 78 ولغاية إلقاء القبض عليه في 15 شباط 99 لم تطأ قدماه تربة كردستان أبدا. والحق أنه عدا 10 أشهر من عام 78 والتي أمضاها أوجلان في آمد لم يبقى في كردستان بتاتا، فأمضى طيلة فترة 20 عام في الشام ولبنان دون أن يتعرض لأي مشاكل أمنية. فتعالوا نضع هامشا لمن يهوى البحث في هذا المجال. ففي 12 كانون الأول عام 80 نفذت الدولة التركية في مدينة قامشلو هجوما على منزل كردي، أسفرت العملية عن مقتل 7 قادة لتنظيم هيوا و9 وطنيين مخلصين، أي مقتل 16 كرديا، علما أن آبو لم يتعرض لموقف مماثل طيلة فترة بقائه هناك، بل على العكس كان يسكن القصور ذات المسابح والشقق على طرق الشام والأماكن السياحية والتراثية التاريخية، ويتنقل بحرية تامة. هل كانت علاقات دمشق مبنية على المصالح أو ضمن تعاون أممي؟ تتحدث البككة عن فترة بقائها في لبنان بشكل أسطوري لدى سردها لتاريخها، وكيف شاركت في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكيف لقي 10 كوادرها مصرعهم في 2 حزيران عام 82 في الحرب الإسرائيلية اللبنانية. قال كولغان عام 18: نضال الشعب الفلسطيني هو نضالنا، فقد تأسست رابطة الأخوة القتالية بين الكرد والفلسطينيين. وعظم من وصف هذه الناحية وما تحاول البككة إبداع علاقاتها مع الفلسطينيين وكأنها تعاون دولي إقليمي، فالأمر ليس كذلك في جوهره. فالبككة كانت تستلم رواتب الجريلا، حيث كانت هذه الأموال تنقل لمالية الحزب. مقابل هذا كانت البككة تعمل وفق مصالح هذه الدول، سوريا ولبنان وفلسطين، فكان أوجلان يستخدم قوة الجريلا كمقاتلين مأجورين. شيفرات ذهنية أوجلان الحديثة ومقاومة الكوادر. تضلع أوجلان بذهنية حزب البعث في دمشق وبيروت، فأحرزت حقيقة البعثين موقعا بارزا في شيفرات ذهنية أوجلان، فجر أوجلان البككة نحو مسيلة حزب البعث رويدا، وهذا ما خلق قلقا لدى أعضاء وكوادر البككة. مثال ذلك عندما توجه كمال بير من لبنان لكردستان، قال لجميل بايك: لن أعود للبنان ثانية. ورغم محاولة بايك ربط موقف كمال بير هذا بفاطمة، غير أن الحقيقة هي أن عموم كوادر البككة كانوا ممتعضين من سياسة وأسلوب حياة أوجلان في بيروت والشام. ومهما وجدت من تفسيرات أخرى فالحقيقة هي ما ذكرناه لا غير. فمن سار في طريق الموت من أجل قضيته لم يعجبه أسلوب حياة آبو، فباتوا يشتكون آبو سرا. عقدت البككة كونفرنسها الأول في تموز 81، وفي حزيران عام 82 عقدت مؤتمرها الثاني. خلال الحدثين بلغ السخط والاستياء تجاه آبو مبلغا عظيما، بحيث بات منصب سكرتير الحزب على المحك، فطالت النقاشات حتى منصب سكرتير الحزب، فأوشك أوجلان أن يفقد منصبه القديم. وهذه المخاوف أقلقت آبو لحد كبير. وبعد انتهاء المؤتمر بدأ آبو بتصفية حسابات قرنائه المناوئين، وأغلى الساحة من معارضيه، وغربل تنظيماته على كافة المستويات. فبدأت البككة حربا داخلية سرية في ثمانينيات القرن المنصرم. يقول أوجلان في كتاب:
كتابه: لو احتاج الأمر لتصفية البككة عموما من أجل تصفية أحد الشخصيات المستهدفين بالتصفية لضحيت بالحزب من أجل هذا الهدف. فاشتدت الصراعات الداخلية في البككة وبلغت ذروتها، كما خاضت مواقف وجلان هذه عن تصفية كوادره القدامى حتى طالت مؤسسي تنظيمات البككة، فقضى آبو عليهم واحدا تلو الآخر. فأبدى آبو نضالا دمويا مريرا ليحول البككة إلى حزب البعث ونفسه للشخص الأول في الحزب على غرار شخصية صدام والأسد. في سهل البقاع تأثر آبو بمن كان يردد شعار بالروح بالدم نفديك يا أسد، فأراد آبو أن يؤسس هذا الشعار في أطر البككة أيضا ولنفسه، فبدأ بعملية دموية من أجل تحقيق هذا الهدف. فأقال مؤسسي البككة ورفاقه القدامى ومناضلي تنظيماته، واتهم عشرات الأفراد بالخيانة في لولان ولبنان وأوروبا واغتالهم. دامت العملية لغاية 86 ليضمن الرفيق علي منصب سكرتير الحزب ولقب القائد آبو دون نقاش في المؤتمر الثالث للحزب. فكان أعضاء البككة يرددون سابقا شعار: يا كردستان يا النمان، إما كردستان وإما الموت، غير أنه وبعد هذه الأحداث رددوا شعار بالروح بالدم نفديك يا زعيم عاليا. فقد بلغ وجلان حلمه المتمثل أن يكون كصدام أو الأسد على جثث رفاق دربه، فلم يبقى وجلان أو الرفيق علي، بل أصبح القائد آبو. ماذا كان مصدر إلهام البككة؟ تصف البككة الحرب المسلحة بحرب الجريلا، وتربط أسس الحزب التاريخية بالتنظيمات اليسارية الماركسية اللينينية على غرار العديد من بلدان العالم كفيتنام وأنغولا وفلسطين. وكانت البككة تقلد أسلوب قتال البيشمركة، إذ لم تكن ظروف وشروط التربية العسكرية في لبنان تلائم كردستان، فالقتال في كردستان بحاجة إلى دراية ومعرفة بالجبال وجغرافية المنطقة وكيفية إشعال النار وكيفية تواري والتمويه والإسراء ليلا إلى آخره. فبيشمركة كردستان كانوا على دراية تامة بمثل هذه التجارب، فالبككة تعلمت ألف باء القتال والمعارك من بيشمركة كردستان. فالبيشمركة كانوا القوى القتالية المسلحة في المقاومة الوطنية والقومية الكردية التي خدمت الألفية الثانية. وإنكار هذه الحقيقة التاريخية للبككة هي بمثابة إنكار كافة المنجزات الحالية في الوقت نفسه، فهو إثبات بأن البككة لم تكن ضمن البيت الوطني الكردي. تقول البككة بأنها استفادت من أساليب حروب العصابات الفيتنامية والأنغولية، فهي بهذا نسيت سريعا كمية الرغيف الذي اقتاتت عليه من حقائب ظهر البيشمركة واستخدامها لأسلحتهم والنوم تحت خيامهم، بل حتى تعلمها منهم شد الشوتك. رغم كل هذا تحاول البككة الآن التقليل من شأن بيشمركة كردستان والاستهتار به، وهذا بمثابة إنكار البككة لتاريخها وبلوغ قمة اللؤم والوضاعة. فعالم البككة مبني على مثل هذه المبادئ لا غير. العلاقات مع الديمقراط الكردستاني: عام 80 توجه محمد قراسونغور لكردستان إيران وفتح باب العلاقة مع الأحزاب الكردية هناك. بقي قراسونغور قرابة عام في مقر البارتي في مدينة شنوت، تأثر كثيرا بأصالة البارزاني وبيشمركة كردستان، فأصبح على قناعة تامة بأن النضال البيشمركة هو جوهر النضال الوطني الكردستاني. عام 81 عاد قراسونغور للبنان وقدم مشروع مغادرة لبنان والتوجه لإقليم كردستان لآبو. والحق أن قراسونغور هو أول قيادي عسكري للبككة، فقد شارك في معركة حلوان وسويرجة، فحقا كان من أوائل من كتبوا الحرب المسلحة في كردستان، كما كان أول من جلب البككة لإقليم كردستان. فكان شخصية وطنية قومية مخلصة عظيمة يؤمن بالتوافق الوطني القومي. وعندما اندلعت الاشتباكات بين الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي العراقي حاول التوسط بينهما لوقف القتال، فاستشهد في 2 أيار عام 83 بمنطقة بالكاتي بعيارات نارية لمسلح الاتحاد الوطني أثناء مهاجمته مخيم الشيوعي، فكان نبأ استشهاده بحق بشرى سارة تزف لأوجلان. ولم تنحصر تأثيرات نضال البيشمركة ومقاومتهم في قراسونغور وحده من بين كوادر البككة، بل ظهر ذلك جليا على المجاميع الأولى لهذه التنظيمات والتي لجأت لإقليم كردستان، فتعلموا من البيشمركة حياة الجبال، فكان البارتي يطلقون اسم الفرع على مراكزهم الحزبية، كذلك فعلت البككة وارتدوا زي الكردي والشوتك مثل البيشمركة.
بل تعدى الاقتداء بهم ليصل لطريقة حمل السلاح ووضع الحزام والمخازن. والحق أن الكوادر الأوائل في هذه التنظيمات كانوا نسخة طبق الأصل من نضال البيشمركة وأساليبهم القتالية في كردستان تركيا. الصدامات بين خط لبنان وخط لولان أعلن أوجلان هذا الخط كخونة ومصفي حسابات، وذلك من أجل خلق صدامات بين كوادر اللولان وأقليم كردستان، فألقى أوجلان كامل ثقله ومشاكله في لبنان بل حتى المتعلقة بفاطمة على هذا الخط. بعدها أنكرت البكك هذه الحقائق عن إقليم كردستان واستذكرت باحترام قضية فلسطين-لبنان وثمنتها ناكرة كل جميل تلقتها من نضال الباردي وبيشمركة كردستان، رغم أنه لولا معاهدة 82 لما استطاعت البكك أن تطأ بقدمها إقليم كردستان ومنطقة بوتان. فالبكك مدين للباردي حتى بوجودها وعلاقاتها في الإقليم وبوتان، فأهالي بوتان كانوا يرون بهدنا وبيشمركة كردستان كجزء منهم، فنظروا لكوادر البكك كحلقة من نضال البيشمركة فاحتضنوها على هذا الأساس. يكشف حميد بوز أصلا أنه بعد عام 1920 أصبح الكرد أصحاب الثقافة المشتركة وماهية جغرافية واحدة، وهذه حقيقة ثابتة وواقعية، فتوحد الكرد بصدد الخطوط الرئيسية العريضة والمشتركة، إلا أن البكك ترى نفسها أسمى من تاريخ كردستان وتعد نفسها خارج هذا التاريخ، فتقول بأن التاريخ بدأ منها دون الربط بين تاريخ عموم الكرد، فهي ضربة قاصمة للتاريخ الكردي المشترك بل والموحد، بل بلغ الصلافة والشرعية منها لتقول بأنها خلقت وبعثت الكرد، فتنكر عموم تاريخ الكرد وكردستان. فالحق أن البكك تلغي حقبة القومية الكردية من الواقع، وهي قد لعبت هذا الدور منذ شروعها في النضال المسلح، ورفضت التعاون المشترك مع الكرد في الجوانب السياسية والعسكرية. والدليل على ذلك أنه لما رأى أوجلان أن دوران كالكان وبعض مسؤولي البكك يتعاونون ويتعاملون مع كوادر الباردي اتهمهم بالوقوف وراء التصفيات، وكان كالكان ورفاقه قد أصدروا مجلة باسم بيشمركة كلسان رسمي لحركة، كما قام كالكان نفسه بتأليف كتيب باسم البيشمركة. نعم، هذه كانت حقيقة كوادر البككة، غير أن أوجلان عد الباردي عدوا له، وكثيرا ما تحدث عن هذا في تعليماته آنذاك. وجميل بايك كان صاحب نفس الفكر والذهنية، فيقول بصدد المعاهدة التي أمضوها مع الباردي كان ينبغي محاصرة بوتان، وكان ينبغي علينا أن نجرد الباردي من أي قيمة أو تأثير لدى دخولنا لبوتان، ولهذا الهدف وقعنا اتفاقا مع الباردي. فشعارات البكك الداعية للوحدة الوطنية والنضال المشترك كانت شعارات فارغة خاوية منذ اليوم الأول، فهي لا تمتلك أي مبادئ أصلا، فهي حزب براغماتي، فكانت من جانب تستعد لإسقاط بوتان، ومن جانب آخر تعمق علاقاتها مع صدام، ومن جانب ثالث كانت في خضم معاهدات واتفاقات مع الجحوش التي كانت تعادي وتحارب بيشمركة كردستان. رغم هذا الكم الهائل من الحقائق، التحق العديد من شباب الكرد بهذه التنظيمات من أجل تحرير كردستان واستقلالها، وتوجهوا للجبال. هذا كان حال هذه التنظيمات قبل ما تسمى بقفزة 15 من آب.